كشف تقرير عن حقائق صادمة لمدى تورط حزب البعث المنحل في أحداث سقوط مدينة الموصل في حزيران لعام 2014 وانخراط قادة الحزب في قيادة عصابات داعش الإرهابية والجرائم التي ارتكبتها. ويشرف على شبكة مخابرات داعش ضباط سابقون بالجيش والمخابرات، كثيرون منهم ساعدوا في بقاء الرئيس المقبور صدام حسين وحزب البعث البائد في السلطة لسنوات. وعكف البعثيون بحسب التقرير على تعزيز شبكات جمع المعلومات التابعة لداعش الإرهابي، وعززوا من التكتيكات على ساحات المعارك، وهم عنصر رئيسي في بقاء هذا التنظيم الإرهابي، وذلك وفقا لما ورد في مقابلات أجريت مع عشرات من بينهم قياديون سابقون بالحزب المنحل وضباط سابقون بالمخابرات والجيش ودبلوماسيون غربيون، و35 عراقيا فروا في الآونة الأخيرة من الحويج إلى إقليم كردستان. لكن كثيرا من البعثيين السابقين الذين يعملون مع تنظيم داعش الإرهابي تدفعهم رغبة في الحفاظ على النفس وكراهية مشتركة للحكومة في بغداد، وهناك آخرون مؤمنون بفكر التنظيم الضلالي. المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي شدد على أن الحكومة تعارض التفاوض مع البعثيين، مضيفا أنه لا مكان لهم في العملية السياسية وهم محظورون بموجب الدستور. وبعد الإطاحة بصدام في نيسان عام 2003 بدأ سريعا بعض البعثيين في التعامل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، والذي كان البذرة التي انبثق عنها ما أصبح يعرف بتنظيم داعش الإرهابي.